على العبد فيؤثر، فيقوم العبد بالصيام فيكون من المتقين. مطلق الإمساك هذا هو نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، لكن هنا خصص في المعنى الشرعي بإمساك محدد، إمساك عن أشياء معينة، ولكن ليس الإمساك بسبب المرض أو الإمساك بسبب العدم أو الإمساك بسبب التشفي والعلاج، لا، الإمساك بغرض التعبد لله أو بقصد التعبد لله تعالى. جميل، بارك الله فيكم. شيخ محمد بن عبد الله، ما المقصود بقوله تعالى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، وما الأسرار الإبداعية في هذه الآية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبيه ومصطفاه وعلى آله وصحبه ومن والاه بعد. لا شك أن آيات الله جل وعلا كلها فيها البيان والفصاحة. الله جل وعلا لما فرض على المسلمين في السنة الثانية للهجرة، لما فرض عليهم الصيام، لا شك أن هذا يعتبر أمر جديد بالنسبة لهم، وأي جديد تعرف أن هناك أناس سبقوك بهذا الأمر، فإن هذا يعني يكون مصدر تخفيف وطأة نزوله عليك. فالله جل وعلا يقول كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبل، يعني لستم أنتم أول خلق الله جل وعلا يفرض عليهم هذا الصيام، إنما قد سبقكم غيركم بهذا الصيام فلا تكترثوا. فهذا هذا يعتبر من الدلالات العظيمة لمثل هذه الكلمات في بداية فرضية الصيام على المسلمين. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، أي أنكم ستصومون كما صام من كان قبلكم. وهذا يعني ما يحضرني في مثل هذا الأمر. طبعا ففيه تخفيف بالنسبة للمسلمين، يعني أنتم لستم الذي بدأ بكم هذا، ولذلك عليكم أن تصوموا كما الذين صاموا من قبلكم، فالأمر سهل ليس صعب. نعم. هذا المقصود به. نعم. جميل. فهذا أمر يعني طبعا وإن كان المؤمنون سيتلقون هذا الأمر بالقبول، ولكن الله جل وعلا يعرف نفسيات الناس، فكلما عرف الإنسان أن هذا الأمر هو أول من سيفعله وأول من سيطبقه، تجده يتساءل كيف سيكون وكيف سأفعل، ربما هل هو ثقيل هل هو خفيف. ولكن حينما قال الله جل وعلا كما كتب على الذين من قبلكم، أي أن هناك أناس غيركم سبقوكم بهذا الأمر، فالأمر في غاية السهولة، ولا تستثقلوه وتقبلوه برحابة صدر. هذا ما يقال في هذا. جزاكم الله خير. هل من تعليق شيخ حسن؟ والله كما تفضل الشيخ، يعني هي هذا معنى عظيم ومعنى مهم، وهو يعني تقريبا نفس دلالات الصراط المستقيم الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين، فكأنما يقول لك هذا الدرب مسلوك. نعم. سبقت إليه، وفيه أناس صالحون وأنبياء ورسل عملوا نفس هذا العمل. لكن هنالك أيضا معنى يذكره البعض، وهو أنه ما من خير سبقت به الأمم السابقة أمة النبي صلى الله عليه وسلم إلا وأيضا لأمة النبي صلى الله عليه وسلم نصيب من هذا الموضوع، لا نترككم. نعم. يعني أي خير موجود من قبل أنتم أيضا داخلون في هذا الخير ولكم منه أيضا نصيب. فهذا أيضا فيها ميزة أن أمة النبي صلى الله عليه وسلم اشتملت وهيمنت على كل مفاصل الخير السابق واللاحق. نعم. طيب، من المقصود كما كتب على الذين من قبلكم؟ هل هم النصارى أم هم اليهود أم كليهما؟ هو هنا المقصود بها العموم وليس اليهود والنصارى فقط، يعني بعيدا عن تفصيل نوعية الصوم، لكن كل الأمم السابقة فرض عليها الصيام أو كتب عليها الصيام. نعم، الأمم القريبة هذه ربما الآن ما نلاحظه من خلال كتبهم ومن خلال أيضا شعائرهم، هنالك فعلا صوم موجود، صوم لليهود، صحيح. صوم للنصارى، هؤلاء نعيش حالتهم ولهم على كل شعائر. لكن الموضوع أبعد من ذلك، كما
كتب على الذين من قبلكم، فالذين من قبلنا يهود ونصارى وقوم إبراهيم وقوم لوط وقوم صالح وهود ونوح عليه السلام، فكأنما هذه الشعيرة ممتدة في إيه؟ في التاريخ الغابر بطرائقها المختلفة. ولو كانت في محددة لربما كان يكون هناك إشارات إلى ذلك، ولكن يبدو أن الصيام كان سنة ماضية في جميع الأمم التي سبقتنا، وربما من لدن آدم إلى أن وصل إلى أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. جميل، يعني العبرة بعموم اللفظ نعم. لا بخصوص السبب. نعم. جميل. طيب نأتي الآن إلى صلب الموضوع، وهو ما أثر الصيام على التقوى. وهذا ربما نستفتح به الشيخ محمد عبد الله ثم ننتقل للشيخ حسن. هو بالنسبة لموضوع التقوى يبدو لي أنا أن المقصود من جميع العبادات التي نعبد الله عز وجل بها كلها تؤدي إلى هذا الهدف الأسمى، لأنه مفهوم التقوى مفهوم أن الإنسان يؤدي ما أمر الله جل وعلا وينتهي عما نهى الله جل وعلا تقربا إلى الله جل جلاله. فالصيام يعني من العبادات التي تصب في التقوى، فكلما كان الإنسان مع الصيام كلما كان أقرب إلى تقوى الله جل وعلا. فالصيام من العبادات التي تؤدي إلى تقوى الله جل وعلا، وتقوى الله جل وعلا هو السبيل لمرضاة الله والسبيل لدخول الجنة. فبالتالي أنا يعني حتى ولو قرن التقوى هنا في هذه الآية مع الصيام، إلا أن التقوى هو مع جميع العبادات. جميل. أي عبادة يؤديها، صلاة، صيام، زكاة، حج، بر، صلة، كل هذا يؤدي إلى هذا الأمر الذي يكرره ربنا تبارك وتعالى في مواضع كثيرة في القرآن الكريم حتى نصل إليه. فإذا وصل الإنسان أن يكون من المتقين فهو من الفائزين. فبالتالي من أعظم أسباب الدخول في التقوى أن يكون الإنسان مطيعا لله جل وعلا بالصيام، وأن يكون أيضا مستزيدا بالصيام في أوقات أخرى غير ما فرض الله جل وعلا. جميل. ماذا تقول شيخ حسن؟ والله أتفق مع الشيخ فيما يتعلق بأن التقوى غاية كل العبادات. قال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فكل عبادة تؤدي بنا إلى التقوى. لكن يبقى السؤال، وهذا المهم أنا في تقديري عند المشاهد، لأنه أحيانا كثير من الناس تجده سبحان الله يقل فيه التأثير وتقل فيه عملية التفاعل مع الأمر الإلهي، لأن تواجهنا مشكلات كثيرة جدا، منها مثلا غياب المصطلح عندنا، عدم المعرفة به، عدم الإيمان بالمصطلح القرآني. فهذه الإشكالية على كل تبقى قائمة، نظرا لأن نحن نتيجة البعد وطول الأمد بيننا وبين العهد النبوي، نتيجة الضعف أيضا اللغوي بالنسبة لكثير من شعوبنا، تبقى إشكالية. يعني الصحابة لما كان مثلا ينزل عليهم الأمر بالتقوى كانوا يعرفون أن المعنى العام للتقوى هو الاتقاء، وأن تجعل بينك وبين شيء معين وقاية. فعندما يقال لهم اتقوا الله يعلمون ذلك بأن والله خافوا الله، أخشوا الله، احذروا عذاب الله. فالمعنى بالنسبة لهم كان متبادل، لأنه الدلالة اللغوية بالنسبة لهم كانت واضحة، وتأتي بعد ذلك الدلالة الشرعية لتحملهم على معاني على كل مختلفة. فلو وقفنا مع القرآن الكريم في دلالات التقوى، ستلاحظ بأن يمكن هنالك ما يقارب 20 معنى 20 معنى و20 دلالة لمفهوم التقوى. لكن إذا أردنا كلها أن نضعها تحت عنوان واحد يمكن أن نلخصها في كلمتين أساسيتين، فنقول بأن تقوى الله سبحانه وتعالى هي رعاية الحقوق وأدائها، والامتناع عن الحدود وتجاوزها، أو عدم تجاوز حدود الله سبحانه وتعالى. فستجد بأن كل ما يتعلق بالواجبات وما يتعلق بالمندوبات وما يتعلق بأوامر الله تندرج في عملية الحقوق، فإما أن يكون حقوق لله سبحانه وتعالى، وإما أن تكون حقوق للعباد. المنهيات والمحرمات
ستجدها تندرج تحت إيه؟ تحت البند الثاني، وهو إيه؟ مسألة عدم تجاوز الحدود. فمثلا تلك حدود الله فلا تقربوها، تلك حدود الله فلا تعتدوها. أو في الجانب الآخر يذكر لك مجموعة من الأوامر، يأمرك مثلا بأداء الأمانات، يأمرك بأداء مناسك الحج، يأمرك، ثم يقول لك اتقوا الله. فدل ذلك على أن رعاية الحقوق والاهتمام بها، وكذلك عدم تجاوز حدود الله سبحانه وتعالى، هذا هو المفهوم العام للتقوى. ولخصها بعضهم في عبارة واحدة، وهي ترك العدوان. أن الله سبحانه وتعالى عندما ذكر في قوله تبارك وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، فجعل البر في مقابل الإثم، وجعل التقوى في مقابل العدوان. فكل ما هو عدوان، عدوان على الأنفس، عدوان على أحكام الله، عدوان على حقوق الله، عدوان على حقوق العباد، كل ذلك يندرج تحت مفهوم إيه؟ تحت مفهوم المناقض للتقوى. يعني تقوى الله يقابلها في الاتجاه المقابل العدوان وترك الحقوق. وبالتالي هذه الجزئية كأنما الله سبحانه وتعالى يقول لنا بأن والله هذا الصيام يؤدي بكم إلى نتيجة مهمة جدا، وهو أن تستعظموا رعاية الحقوق وتستعظموا كذلك إيه؟ تجاوز الحدود. وهنا سبحان الله تجد مقولات السلف رضوان الله عليهم وأهميتها، عندما يقولون مثلا وهم يعرفون التقوى، فيقول: العمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تخشى كذلك تترك معاصي الله على نور من الله تخشى. فهنالك ثلاثية في الركن الأول وثلاثية في الركن الثاني: العمل والعلم والرجاء في القسم الأول، في قسم العمل بطاعة الله، والعلم والعمل والخوف في الركن الثاني اللي هو الترك. هنالك العمل وهنا الترك، فهنا ترك المحرمات وهنالك الاتيان بالواجبات. كل ذلك مصحوب بأن الشخص يعلم بأن والله ما يفعله إنما شرعه الله، لأن الله سبحانه وتعالى تعبدنا أن نعبده بما شرع، فلا تستطيع أن تعرف ما شرعه الله إلا بالعلم. فأن تعبد الله سبحانه وتعالى على علم، ثم بعد ذلك تحتسب وترجو الثواب من الله سبحانه وتعالى. فكلا الحالتين، ترك المحرمات وإتيان الواجبات، على نور من الله بعلم، وأن ترجو في كليهما إيه؟ موضوع الثواب من الله سبحانه وتعالى. ولكن فالنتيجة اللي نحن يفترض يصل بها إلينا الصيام، يوصلنا إليه الصيام، إنه والله يؤدي بنا إلى إنه والله ثمرة هذا الصيام في حياتنا العامة. في حياتنا العامة يتأثر الإنسان بإيه؟ بهذا الأمر. يعني أنا أعتقد أن جزاكم الله خير أولا. ما زال السؤال، يبدو لي ما زال السؤال قائما. أي نعم. ويعني أنا ما أحب أن أدخل في نطاق الفلسفة، ولكن قد يكون هو الأقرب. الله جل وعلا لما ذكر الصيام في أول ذكر للصيام قرنه في النهاية بأنه الهدف منه أن يوصل إلى تقوى الله. نعم. طيب لماذا الصيام؟ يعني لو قرأنا في آيات الصلاة وربما الحج قد لا تجد هذا الاقتران الوثيق. بالضبط. هذا الذي كنت أريد أن أطرحه. نعم. أنا عندي مثلا ليس هناك تقول أقيموا الصلاة لعلكم تتقون، أو أقيموا الحج لعلكم تتقون. هناك معنى عام يدخل في التقوى صحيح، لكن هنا نص واضح صريح، يعني كتب عليكم الصيام في النهاية لعلكم تتقون. بعض العلماء يسمي الصيام أو رمضان يسميه مدرسة. هو مدرسة لأن يتلقى فيه الإنسان يعني كل أمر يمكن أن يجعله بعد رمضان أفضل منه قبل رمضان. فالإنسان لما يكون قبل رمضان في وضع ويدخل على رمضان ويبدأ بالصيام، فيبدأ يتغير ويكسب هذا التغير تقوى الله جل وعلا، ثم يخرج بعد الصيام وهو متقي. وذلك أن الإنسان حينما يكون صائما مجاري الدم تضيق، والإنسان يكون أقرب إلى السكون وإلى الطمأنينة وإلى الخير. حتى نزعته النفسية تجدها تميل إلى الخير، تجده يحب أن يتصدق، تجده تحب أن يقرأ القرآن، تجده حتى في كلماته تجده غالبا يكون فيه يعني مهذب. ثم هذا في خلال 30 يوما يكسبه أن يكون بعد ذلك يعني زي ما تقول يسلك درب التقوى الذي هو الهدف الأسمى لجميع العبادات. هذا كلام وجيه ودقيق ولا يقل أهمية عما ذكره
ما ذكره الشيخ محمد لا يقل أهمية على ما ذكرته أنت، لكن فعلا الصيام مدرسة، وخصوصا أنه حدد بشهر يعني زمن موضح فيه برنامج معين لأن يدخلك على مدرسة التقوى. هناك أيضا تساؤل أو سؤال آخر، نجد أن الله سبحانه وتعالى لم يجعل الصيام فقط في شهر رمضان، بل جعله كفارة ظهار مثلا، وكفارة القتل خطأ، وكفارة من صاد في الحرم، وكفارة الجماع في نهار رمضان، كفارة الجماع في نهار رمضان، وكفارة أيضا لمن حلف بالله وأراد أن يحنث عن حلفه. يعني في القتل قال يا أيها الذين وما كان مؤمنا يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، إلى أن قال فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. وفي الظهار قال كذلك فصيام شهرين متتابعين. وفي القتل قال أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره. طيب هنا يا شيخ حسن أيضا استخدم الله سبحانه وتعالى بعد من الكفارات للإطعام والعتق، لم يختر سبحانه وتعالى من سائر العبادات إلا الصوم. وهنا قال لعلكم تتقون. ما الرابط بين كونه كفارة لذنوب عظام كالقتل والظهار وارتهاك شهر رمضان؟ هل لقول النبي عليه الصلاة والسلام الصوم جنة علاقة؟ نعم، هو على كل الصيام يكاد يكون من أظهر العبادات فيما يتعلق بالتربية على الصبر، فهو يندرج من حيث التقسيمات. إذا كان الصلاة تندرج في باب الذكر ولذكر الله أكبر، فالصيام يندرج في باب الصبر. أعظم ما يمكن سبحان الله أن يربي الإنسان على الصبر هو الصوم. وهنا تظهر عظمة الصوم في أنه والله موضوع التقوى والتأثير المباشر على أن الإنسان يتقى الله سبحان الله. لاحظ عندما يحجم الإنسان عن أمر ولا رقيب عليه إلا الله، هذه تنشئ تقوى عظيمة جدا. ولذلك الصوم العبادات الأخرى فيها الظاهر وفيها الجماعي وفيها، لكن سبحان الله ما يربي على التقوى الذاتية والرقابة الذاتية والأمر المتصل هو الصوم. بس أنت أتيت بالغائبة. نعم. هنا السر. فقضية سبحان الله أن يقول أن الصوم جنة، فكون الشخص يكون طول الشهر مخلص لله. أحسنت. لا شك أنها مدرسة ما في كلام. يعني تصور عندما الإنسان إضافة إلى الأشياء الأخرى. نعم لكن هذا كلام سر عميق. الحديث القدس نفسه لما قال الصوم لي، لأنه فعلا يورث التقوى بشكل مباشر. يا سلام. يعني أنت سبحان الله متاح لك أن تأكل ومتاح لك أن تشرب ومتاح لك الجمع وكل ذلك متاح، لكن ليس وأنت مغلق عليك كل هذه الغرف، ومع ذلك تقول والله لا، أنا لا يجوز لي ذلك. يفترض هذه الحالة التربوية 9 ساعات 10 ساعات 12 ساعة، يفترض والله أدتك 30 يوم كورس بهذا الشكل، مباشرة تخرج إنه والله طيب كيف أكل أموال الناس؟ والله قال لا تأكلها. كيف أكذب؟ والله قال لا تكذب. كيف استحل الفروج؟ والله عز وجل إذا كان والله في الحلال زوجتي لا يحق لي أن آتيها في طيب. فسبحان الله موضوع الصبر، والصبر هذا سبحان الله لما كان الصبر عموم إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، والصيام منها قال الصوم لي. الصوم لي وأنا أجزي به. يعني كل عمل ابن آدم له إلا الصيام. الحسنة ب10 أمثالها إلى 700 الضعف، إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. فالصوم بلا شك هو مدرسة عظيمة جدا يتربى فيها الإنسان، وتضيق فيها مضايق الشر، وتضيق فيها كذلك حركة الشيطان داخل ابن آدم. وفي هذه الفترة ينال الإنسان حظه من التربية، وحظه من الرقابة، وحظه من كبت النفس، وحظه من الرشد. لأنه سبحان الله لما أنت يعني تكون منضبط لمدة أكثر من نصف اليوم انضباط كامل، فإن ذلك يورثك الرشد ويخرجك من دوائر السفه. والسفه هو انطلاق مع شهوات النفس ورقباتها، والرشد هو عملية إرادة منضبطة بحيث والله لا تتحرك إلا ضمن المسموح به.
أحسن طيب. الله إليكم الشيخين الفاضلين. لا هناك أمر في لماذا الكفارات؟ هذه المهمة. لماذا؟ نحن منتظرين الكلام ده. الكفارات لماذا صار يعني عنصر أساسي في الكفارات الصيام؟ سنجيب عليها إن شاء الله مشاهدي الأكارم بعد الفاصل. فوق أنا منتظر هذه الجزئية. يلا الله. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب. ثم قال الله جل وعلا ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. يضيق صدره عليه الصلاة والسلام، وهذا من الإيذاء. في ناس في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فجار، يقول البر والفاجر. من الفجار اللي ممكن الله ما شاء الله. شايف عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه رجل ملهم. إيش يعني رجل ملهم؟ دائما توقعاته تكون في مكانها. هذا الرجل الملهم. قال الله جل وعلا أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. خصيم مجادل. يجادل من يا إخواني؟ يجادل الله. رمضان شهر القرآن، فاستمتع أنت وأسرتك ببركات القرآن في شهر رمضان، ولا تتوقف عند التلاوة فحسب، بل تعرف على معاني الكلمات وتفسير الآيات بشكل مبسط. ويا حبذا لو استطعت أن تتدبر في كلام الله وتنزل الآيات على حالك، ثم احرص على التطبيق العملي لتعاليم القرآن في حياتك اليومية. اجعل لك وردا يوميا من القرآن في رمضان، ولا تهجر كتاب الله بعد رمضان تلاوة وفهما وعملا بما فيه. برنامج من هنا نبدأ، برنامج تربوي إرشادي أسري، نعرف ما هو التصالح مع الذات، ما معنى التصالح مع النفس، كيف نحقق الشعور بالأمن النفسي في حياتنا. التصالح كذلك يعني نظرتي لنفسي، علاقتي مع أخطائي، كيف نتعامل مع ضغوطنا، كيف نتعامل مع حياتنا في الحاضر. هنالك كذلك مظاهر أخرى للتصالح مع الذات، وهي أن أتصالح مع مظهري بشكل الخارجي، والتصالح مع البيئة الاجتماعية. ما هي حاجتنا إلى الأمن النفسي؟ إلى أي مدى هذا الموضوع مهم؟ ما هو الطريق الصحيح الذي يجب أن نسلكه حتى نتصالح مع ذواتنا؟ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. مشاهدي الأكارم سلام الله عليكم. ما زال الحديث قائما حول ما يتعلق الصيام بالتقوى، والسؤال الوارد حاليا: لماذا ربنا عز وجل شرع لنا الصيام في كثير من الكفارات كالقتل الخطأ وكفارة الظهار وجماع في نهاية رمضان، وكذلك كفارة الصيد ومن حلف وحنث؟ كل ذلك شرع الله عز وجل لنا الصيام. بل حتى فيما يتعلق بمن لم يجد الهدي في لمن كان نسكه التمتع، قال الله تبارك وتعالى: يصوم 10 أيام 3 منها في الحج و7 إذا رجع.
هذا كله اختيار لهذه العبادة العظيمة. ما سر ذلك يا شيخ حسن؟ هو بما أن موضوع التقوى أنا ذكرت بأن لها علاقة بالحقوق ولها علاقة كذلك بالحدود، فنلاحظ كل هذه القضايا التي ذكرت إما فيها تجاوز لحد أو فيها كذلك نقصان أو تقصير في جانب الحقوق، وكلا الأمرين فيه نوع من العدوان، فيه نوع من العدوان، وهذا العدوان ناتج لخلل تربوي وناتج لتقصير في النفس البشرية، إما بعجلة، عدم صبر، عدم تحمل. فكأنما يدخل الإنسان سبحان الله في هذه الكفارات المذكورة على سبيل الإصلاح والتربية والتهذيب. الله سبحانه وتعالى يقول له: نريد أن نربيك، نريد أن نهذبك، نريد أن نطهرك، نريد أن تكون يعني ترتقي من عالم المادة إلى عالم أرقى. فيدخل في هذه المدرسة التي قلنا بأن الصيام الصيام جنة. فإذا دخل سبحان الله في هذا الباب يصلح الله سبحانه وتعالى نفسيته، ويظل دائما مستحضر لهذه الحالة، ويرتقي في مجال الصبر، يعني مجال الصبر اللي هو يدخل فيه الصيام. فهو سيكون بعد ذلك كل ما أراد أن يقدم على واحدة من النقاط التي ذاق فيها هذا النمط التربوي فإنه يحجم عنها. لماذا؟ لأنه والله تربى في مدرسة الصيام لأي عامل من العوامل التي خالف. فمثلا الشخص الذي قتل، تلاحظ هذا يعني نازعته شهوته ولم يستطع أن ينتصر على الشهوة الغضبية. الحالة الغضبية هنا تستدعي منه التحمل، تستدعي منه الصبر، لكن جاء يعني ساير نفسه حتى وقع في الخطيئة. الله عز وجل يعني جعل هنالك حقوق لها علاقة بالأهل، وجعل هنالك أمر يتعلق بالله سبحانه، وهو أن يصوم شهرين متتابعين. شخص لجريمة القتل بعد أن أدى كل ما عليه، قتل الخطأ بالذات، بعد ما أدى كل ما عليه من حقوق من دفع دية وغيرها، لكن يقول له صوم 60 يوم. ما المقصود من ذلك؟ وقد أدى الحق المالي. مقصود أنه يتربى في المجتمع، يجب أن لا يعود إلى فعلته هذه. فالله سبحانه وتعالى يصلح هذه سبحان الله، بالرغم أن القتل خطأ. القتل خطأ، نعم، رغم أنه ليس عمد، إنما هو خطأ. يعني كأن الله يقول له يعني أن هذا الإنسان أخطأ، أليس كذلك؟ هو أخطأ ولكن الخطأ غير مقصود، تهذيب وإن كان، نعم، هو غير مقصود. فهنا قضية النية، لأنه لو النية لو حضرت في موضوع القتل يتحول إلى عمد، وبالتالي يعني كأنما يقول له انتبه مرة أخرى. انتبه، نعم، لأن قتل المؤمن أمر ليس بالسهل. نعم. حينما تقود سيارتك وكذا تصدو، انتبه وأنت تقود سيارتك وما شابه ذلك. يعني لا شك أنه فيها تهذيب من نواحي معينة. نعم. طبعا في أمر مهم يا شيخ حسن، طبعا معظم هذه الكفارات الثقيلة لم تبدأ بالصيام. نعم. بدأت بإيش؟ نعم، بعتق رقبة. طيب ليش عتق رقبة يا شيخ حسن؟ خليت لك أنا أعطينا بس عشان تواصل الطريق مرة واحدة. لا تفضل. لا كمل. طيب قضية عتق الرقبة لا شك أيضا أنه فيها هدف أسمى من ناحيتين. الناحية الأولى عتق رقبة ليس بالأمر الهين. نعم. حتى تشتري عبد أو أمة وتعتق ليس بالأمر، خاصة في مثل هذا العصر. شايف؟ فالإنسان حينما يأتيه العقاب من الله جل وعلا في كفارته بنوع من الثقل، لا شك أن هذا سيحدث في نفسه الرهبة في أنه لن يقع في مثل هذا الذي وقع فيه مرة أخرى. هذا أولا. ثانيا، وهو هدف يتجلى فيه سماحة هذا الدين، التحرير، أنه يحرر هذا العبد حتى يعلم أولئك أن الدين الإسلامي لا يتشوف إلى العبودية والرق. يا سلام عليك. وإنما يعني في شيء من تجلياته أنه يريد أن يعتق هذا العبد وهذه الأمة، إضافة إلى ويبحث عن كل وسيلة للتحرير، لا الاستعبادي. نعم. وكثيرة وسائل كثيرة. نعم. أضف إلى ذلك أنه تعامل المسلمين مع هذا الرقيق تعامل أسمى. يكاد أن بعض العبيد كانوا يرفضون أن يعتقوا نظرا لما كانوا يجدونه من سماحة ويسر مع المسلمين، ومع ذلك ربنا تبارك وتعالى يريد أن يعتق هؤلاء، فيجعل جزء أساسي بل في بداية الكفارات الكبيرة هذه، بل حتى في الأمور الصغيرة مثل اليمين، يقول لك فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. فبالتالي
يعني هذا الأمر يعني فيه تجليات عظيمة، ولا شك أن الله جل وعلا يهدف أنه الإنسان هذا يتربى، وفي في ذات الوقت هناك أهداف سامية يحققها الله جل وعلا من خلال هذه الكفارات العجيبة. في النهاية هي المصلحة مصلحة الإنسان، أي نعم. سواء كانت مصلحة الإنسان المخطئ نعم. أو كانت مصلحة الإنسان الذي يستفيد من هذا الخطأ. نعم. ولذلك في الإطعام وفي يعني العتق. الله يذكره بالخير الشيخ سعد البريك، كنا جالسين في مجلس فيه الشيخ سعد البريك والشيخ فيه سعد الحميد ومجموعة من مشايخ الفضلاء، أعتقد كمان كان من ضمن المجلس الشيخ متعب الطيار، فذكروا مسألة هل نأخذ كفارة المجامع زوجته في نهاية رمضان أو لا نأخذ. كنا في مؤسسة خيرية، فقال الذي يجب عليه الذي يقع في نهاية رمضان يجب عليه أولا أن يدفع رقبة، فإن لم يستطع يعني تداول المشايخ هذا الكلام خلافا للمالكية طبعا. خلافا للمالكية لا هم حنابلة مشايخ. اي نعم، المالكية عندهم التخيير مع القول الراجح. هنا الإلزام، هنا عندهم الترتيب. الإمام مالك يرى لا، المسألة فيها فسحة. نعم. المهم كان فيها والله كلها ثقيلة ما هي سهلة. المهم قال مشايخ، واذكر بالذات الشيخ سعد البريك قال إذا جامع يجيب الكفارة ينفع الله بها، قال يجيب الكفارة ينفع الله بها غيره. فإذا وقع في كفارة في نهاية رمضان امرأته وجب عليه أن يطعم 60 مسكينا، وإن كان زوجته مطاوعة فعليها أيضا 60 مسكينا، هذه كم؟ 120 مسكين. يعني يقول هاتوها ينفع الله بها كثير من الفقراء. يا سلام. فسبحان الله يعني فإذا هذه الأمور سبحان الله كلها تعود مصلحة للإنسان، سواء كان هو المخطئ أو كان يعني مستفيد من هذا الخطأ. وفي النهاية يعني يتحقق قوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم اليسر. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم. نعم. وكمان إن ظلمنا على أنفسنا، الظلم علينا والإحسان أيضا. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. صدق الله العظيم سبحانه وتعالى. نجد شيخنا في آخر آيات الصيام يقول ربنا عز وجل أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. طبعا فعل أحل لكم مبني للمجهول، بمعنى أنه فعل أحل لكم يعني كان حراما فأصبح حلالا. نريد التعليق على هذه، ونريد التعليق أيضا على قوله تعالى علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم، ثم ختم الله عز وجل الآية بقوله كذلك تلك حدود الله فلا تعتدوها فلا تقربوها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تتقون. رجعت كلمة التقوى، بدأ بالتقوى وختمها بالتقوى مرة أخرى لأهمية هذا الموضوع. سبحان الله. تعليقكم شيخ حسن حول هذه الأمور الثلاثة، أحل لكم، كنتم تختانون أنفسكم، تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تتقون. طبعا هنا سبحان الله الصيام مع أنه بدأ بالتدريج كما يقول بعض أهل العلم، بدأ ابتداء بقضية 3 أيام من كل شهر، ثم بعد ذلك نزل الشهر كاملا، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وكان هنالك في البدايات أيضا في نوع من التشديد، بمعنى أنه ما كان يحل للناس أن يأتوا نساءهم حتى ليلا، ما كان يحل لهم ذلك. وكانت في حالة أخرى أيضا، وهو أن الواحد منهم إذا جاء وهو متعب من مزرعته وكانت زوجته تجهز له الطعام فنام، إذا نام قبل أن يأكل العشاء خلاص يواصل، لا يجوز له أن. فهذه كلها سبحان الله تناولت هذه الآيات. ثم هنالك بعضهم كان أيضا يعني يتجاوز الحد في الإتيان للنساء، فالله سبحانه وتعالى أعلمهم بكل ذلك، ورفع عنهم موضوع الحرمة. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم أنتم لباس هن لباس لكم أنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم. فهنالك يبدو بعض الظواهر، ليست عامة طبعا، بعض الظواهر الفردية التي علم الله بها كان فيها نوع من تجاوز الحدود،
وعدم الالتزام بالضوابط الصارمة أعلمهم الله أولا بها. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى في كثير من الأحكام يريد منا هل نتقيه بالغيب أم لا، ليعلم الله من يخافه بالغيب. الله الله. هل والله أنت عندما يقول لك الله سبحانه وتعالى ما تصطاد في الأرض الحرام، ما تصطاد في الأشرة، هل والله أنت تلتزم بذلك سواء كان معك الناس ليسوا معك الناس؟ هل أنت والله مراقبتك لله سبحانه وتعالى أم يعني عندما تكون بينك وبين زوجتك هل والله تلتزم الحد أم تقول والله لا يراني أحد؟ الله عز وجل أهم قضية في الصيام هي هذه الجزئية، ليعلم الله من يخافه بالغيب. فهنا أول شيء أعلمهم بأنه الموضوع مكشوف. هذه طبعا نمط تربوي خطير جدا، أنما أقول لك والله وأنت ما تفعله بينك وبين زوجتك في الليل المظلم علمته وتجاوزت عنه. الله. لاحظ، علمته وتجاوزت عنه، وسماه خيانة. وهذا التأكيد. نعم، سماه إيش؟ سماه خيانة. الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم. حتى هنا وليش نسبها إلى أنفسهم؟ طبعا أنك أنت ظالم أنت ظالم، أنت تظلم نفسك، أنت تضر نفسك. هذا الفعل لا تضر الله. أنت ما تخون الله، أنت تخون نفسك. أنت تخون نفسك، تضر نفسك. نعم. فكأنما الله عز وجل يقول لك والله أنا أسعى لإصلاحك وتطهيرك والارتقاء بك، وأنت إيه؟ أنت تتحايل. فأول قضية أعلمهم بالأمر وكشف المشهد لهم وكل شيء، ثم بعد ذلك يريد الله بكم اليسر. لا أكمل. لا هنا أنا أريد أن تختانون أنفسكم. أكمل. فتاب عليكم وعفى عنكم. تاب عليكم وعفى عنكم. فحصل التوبة فيما سبق، والعفو طبعا فوق التوبة، وهو أن محو أثر الذنب. يا سلام. أنما الله سبحانه وتعالى التوبة فقط. وهذا شيء حسن تحقق. يريد الله بكم اليسر. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ولو كان منع عنا هذا الأمر كانت مشكلة كبيرة. رحمة الله عز وجل. ولا كنا حنسافر نفطر. ثم قال وانتقل الشيخ محمد فالآن باشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم. طالما أن الله جل وعلا أفسح لكم وعلم أنكم ضعفاء لا تستطيعون ولا تحتملون ولا تصبرون عن نسائكم، فيكفيكم أن تصبروا مدة الصيام من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وما بعد ذلك فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. جميل. من إتيان النساء، وهذا لطف عظيم من الله جل جلاله، لأن الله جل وعلا الذي خلقنا ويعرف خلجات أنفسنا عرف أننا لا نستطيع أن نصبر عن هذا الأمر، ففتح لنا المجال من غروب الشمس إلى الفجر، مجال رحب وطويل يستطيع أن يأتي الإنسان نهمته، وفتح الله له في هذا الأمر. طيب شيخ محمد، وبعض الفضلاء يقول هذه الآية تدل على أن الإتيان النساء في مثل هذا الشهر المبارك فيه بركة عظيمة، حتى الذين فيهم عقم وربما تأخر الإنجاب لو أنهم احتسبوا هذا الأمر في هذه الليالي المباركة فإن الله جل وعلا سيفتح لهم هذا الباب الجميل. الله عليك يا شيخ. أنا عرفت أنك تريد هذا. لا والله ما هو قصدي كان هذا، أنا كان قصدي أبغى أقول أنه أيضا كثير من الناس يهمل في فترة الليل، فيعني يضيع وقته في السهر. صحيح. وفي المقاهي وفي الجلسات أو في المسلسلات، حتى إذا أدركه الفجر صلى ونام مع زوجته وهو مشتاق إليها. تمام. فيبدأ يلامس وتلامس هي أيضا ويقع في المحظور. صحيح. أو أنه يتأخر، يجعلها في الأشواط الإضافية، فإذا أذن المؤذن تمسك به امرأته فيقع في المحظور. فلذلك يعني يقال أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يفطر على الجماع. طبعا هذا يعني بعض الناس قد يعني يستهجن مثل هذا العمل، لكن هذا مما أباحه الله وأحله الله، طالما أن الله جل وعلا فتح هذا المجال. لا تستحي، ائتي ما فتح الله لك. وإذا كان بعض الناس لا يستحون أن يأتوا ما حرم الله، أو يستحي الواحد منا أن يأتي ما أباح الله له، فلا شك فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. الحقيقة لا أريد أيضا أن أنهي الحلقة قبل أن أتكلم عن قوله تعالى
هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. الله، هذا ايش البلاغه والجمال هذا؟ يعني الإعجاز البلاغي البديع في كلمتين. أخرج بعض العلماء في هذه الآية الجزئية، هذا جزء من الآية 14 فائدة أو 14 فائدة. يا سلام. نعم. هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. كيف أنت تكون لباس لزوجتك؟ والله حدثونا عن بعض فوائد هذه الآية الكريمة يا شيخ حسن. هو على كل سبحان الله يمكن أن يحصل ربط بين مفهوم التقوى الذي هو لباس. يا سلام. أيوه، ولباس التقوى ذلك خير. ذلك خير. شوف الربط. جميل. فأنتم اجعلوا تقواكم في التحفظ من الفواحش مع نسائكم. يا سلام يا سلام. يعني هن من يقينكم الفواحش، وهن من يقينكم تجاوز المحرمات. فأنت عندما تشبع من زوجتك وتكتفي بها فهي لباس تسترك وتحميك وتغطيك وتسدل عليك الستر كله، وأنت كذلك تسدل عليها. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. نتزود من النساء يا شيخ حسن. لا يعني هناك ولباس التقوى ذلك خير. ولباس التقوى ذلك. لاحظ كيف أن الله سبحانه وتعالى جعل التقوى لباس، وجعل كذلك علاقتك مع الحميمية مع زوجتك أيضا هي إيه؟ هي لباس. طيب لماذا عبر باللباس؟ يعني هل اللباس يعني نجد مثلا اللباس هو يعني الشيء الوحيد الذي يلامس بشرتك. وكيف لا يكون ذلك يا شيخ برهان؟ ألست أنت سترا لها وهي سترا لك؟ يا سلام. لذلك المرأة حتى إذا أرادت أن تحتمي لا تحتمي بوالديها، تحتمي بزوجها. يا سلام. لأن هو الذي يطلع على ما لا يطلع عليه جسد ما لا يطلع عليه أحد، وهو كذلك. سبحان الله. فلذلك لما يقول لك هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، أي أصبحت امرأتك مثل اللباس الذي تحتمي به وتسترك. نعم، تسترك. وأنت كذلك بالنسبة لها. جميل. نعم. إبداع آخر. إبداع آخر أنك أنت إذا أردت أن تتزين يا شيخ حسن كما أنت اليوم ما شاء الله في زينة كبيرة، ما تتزين إلا بزوجتك. يعني الزوجة أيضا زينة، هي التي تلبس يعني تغسل ملابسك وتكوي ملابسك وتظهرك المظهر الطيب. لذلك الإنسان إذا أراد أن يتزين تزين باللباس، فالمرأة أيضا زينة. المرأة زينة. وهناك شطحة من شطحات هذه الليلة حينما يلتقي الرجل بالمرأة ويلتصقان وكأنهما أصبح كاللباس لبعضهما. يا سلام. لا، هي دلالات اللباس كما تفضلت دلالات عظيمة جدا، سواء كان دلالات ظاهرة أو دلالات مستبطنة وخفية. الدلالات الظاهرة قضية الزينة، قضية الستر، قضية الحماية، هذه. والدلالات الأخرى أيضا دلالات التطهير، وأن كل ما يمكن الإنسان أن يستره كذلك داخل في مفهوم اللباس. أنا أعجبني الكلام الأول يا شيخ حسن، كلام في غاية الجمال. الإنسان هو مطلوب أن يتقي الله جل وعلا بوسائل كثيرة، منها في موضوع النساء. فأنت حتى تكون متقي لله جل وعلا، فمن أمثل وسائل التقوى بل الوسيلة الوحيدة في التقوى أن يكون عندك امرأة زوجة تكون يعني حلالك، فتكتفي بها عن غيرها، وهي ولباس التقوى ذلك خير. نعم، وخاصة حينما يعني نتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما تركت فتنة أضر على الرجال من فتنة النساء. نعم. إذا كانت فتنة النساء شديدة الضرر على الرجال، فليس هناك مخرج إلا الزوجة. الزوجة هي التي تقلل من هذه الفتنة، ولذلك الله سبحانه وتعالى سماها لباس. واللباس أيضا يغطيك من شدة البرد، يعني يدفيك اللباس من شدة البرد، وكذلك يغطيك من شدة الحر. في حديث استدفاء بس وإن كان هو صحيح يعني. نعم. ولذلك سبحان الله، يعني أنا في رأيي الحديث اللي ذكرته عن ابن عمر
هذا من فقه ابن عمر رضي الله عنه. فقه ابن عمر مبني فعلا على رعاية كل الجوانب. الآن نحن نقول الصوم عبارة عن امتناع عن أكل وشرب وجماع، وأعظم ما فيه الجماع يعني لأنه مترتب عليه كفارة. ابن عمر شايف الأمة دي كل يوميا فاطرة بالأكل والشراب، هو يرانا العنصر المهم لا ينسى في الإفطار. فكما أني والله أفطر على الأكل وأفطر على الماء، لا، في شيء آخر لابد أن ينتبه إليه وهو عظيم سبحان الله، وكأنه يراه عبادة مستقلة يعني. نعم. كأنه يراه عبادة، ليس المقصد أنه هو كثير الشهوة شديد لا الشهوة، لا فلذلك جاء يريد أن شدة الشهوة جاء. حتى ولو كان يعني أنا كان في بالي هذا، لكن هذا حقيقة طرح جديد. نعم. جميل. هي هكذا طرح يعني رائع. ابن عمر هذا من فقهه. نعم. يرى إنه والله امتناع عن أكل وشرب وجماع. طيب نحن يوميا ما شاء الله نفطر ونأكل، طيب ليش ما يكون الإفطار عن قضية كبيرة؟ سبحان. فكأن أيضا شهر رمضان شهر الجماع، نعم، ولكن بالليل. نعم بالليل. أيوة. كأن والله صحيح. نعم صحيح. كأن شهر رمضان شهر الجماع، شهر العلاقة الزوجية، شهر الأنس، شهر، لأن الآيات متنزلة فيه يا جماعة. صحيح. وبالتالي الآيات فالآن باشرهن. شوف، فالآن باشرهن. والمباشرة ماذا تعني؟ المباشرة يا شيخ حسن تعني الضم والتقبيل، وهذا يعني الكلام المعسول، الكلام الجميل. لا يمكن يأتي الضم والشم والتقبيل إلا من خلال الحنان والحب. فالآن باشرهن، ما معنى المباشرة؟ هذا المقصود به. كأن شهر رمضان هو شهر الأنس، وهو شهر المحبة، وهو شهر. وهنا نقطة مهمة جدا لابد أن ننبه إليها، كيف أن الإسلام سبحان الله يخالف النصرانية فيما يتعلق بالتنسك. أنت نهارك كله صائم وليلك أيضا قائم، وفي نفس الوقت يقول لك لا تنسى البعد نعم. البعد المادي والجسدي فيك. يا سلام. يجب لا تنساه. يعني نحن لا نريدك الله أن تنقطع تماما كالرهبنة، أن والله لا صلة لك بزوجتك ولا، بل يجب أن تأخذ بهذا وهذا. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من أهله. ولذلك ورد في الحديث أن الإنسان إذا خرج من بيته ورأى ما يعجبه من امرأة يقول لك يرجع إلى بيته، وهن لباس لكم وأنتم لباس لهن، لتقوى الله سبحانه وتعالى. مشاهدينا الكرام، درر سمعناها اليوم من مشايخنا واستمتعنا حقيقة، وأحببنا نساءنا كثيرا كما أحببتم أكيد نساءكم. إخواني وأخواتي، نسأل الله تعالى أن يديم عليكم وعلى أزواجكم المحبة والألفة، وأن يرزقكم الذرية الصالحة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. حتى ألقاكم في حلقة جديدة من برنامجكم هدى للناس. هذا أخوكم برهان يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان،